السلام عليكم واهلا بكم، نرحب بكم معكم مريم عناب. رجعت لكم بالوصفه اللي وعدتكم في الكوميونتي، حطيتها لكم بليني صورت لكم دي غوسيت. سي فغي، سامحوني راكم تسمعوا في صوتي، جو سوي ديزولي، جو سوي ان بتي بو مالاد. مالغري سا كيش تروحي اليوم هكا شويه نقدر نهدر، قلت والله نعمل لو مونتاج ونحطه. جيناكم اليوم باش طيت حجاج، نعطيكم هكا كيلكو سكري باش تجيكم تعرفوا اللي دوقها يقول عرفتوها هذيك سنتيمون، هذيك هي. دونك تجيبوا دجاج، ديروا الطروفه اللي تحبوا، الكميه اللي تحبوا حسب عدد الافراد العائله. يكون منقي مليح ومغسول بالماء والملح والقارص والخل، ويعني يكون نضيف ومقصوص ظريف. دونك تجيبوا بصلة متوسطة وحوالي واحد 6 ولا مهم كمية ملح من الثوم، وقصة صغيرة تاع معدنوس. ديما نقولكم نحب نقلي بالمعدنوس في المرق البيضة خاصة، تعطيكم نكهة ملحة ياسر. ارحيوها سوا في الاشواغ ولا في اللاغاب، المهم تكون مرحية مليح. ودوك نروحوا العمارة تاعنا، نجيبوا شوية زيت ولا شوية سمن وزيت كيما تحبوا، وتجيبوا الكميات تاع الدجاج. شوفوا الدجاج كيف ما مقصوص، حتى الفخذ نحيلو العظم هذاك اللي تحت. فريمون لازم يكون ظريف هكا وما فيش كيما العظوم، انا ما نحبهمش يبانوا سورتو في المرقه. دونك والدجاج تاعكم في داك الزيت تحمروه شويه كشغل، ديروا النار تاعكم. وهنا من شروط الطبخ ان النار تاعكم تكون شويه قويه في الديبي باش الدجاج يتحمر بلا ما يطيب. بعد ما تقلبوه هكا تحطوا التفتوفه تاعكم هذيك اللي رحيناها، هنا نقصوا في الغاز باش نبدا نقلي في البرمه. دونك حطيت هذيك البصل والثوم والمعدنوس، ودوكا نبدا نحط في لي زيبيس اللي هما ملح وما تكتروش الملح، و مغرف صغيره تاع فلفل كحل، ونص مغرف تاع زنجبيل. هاكم قاعدين شوفوا الزنجبيل في المرقه البيضاء مع الفلفل الكحل خاصه في الدجاج يمد فريمون ميور نكهه، سي تري تري بون. زيدوا شويه زنجبيل يبنن لكم البرمه ونحيل هذيك الطعمه هذيك تاع الدجاج. دونك بعد ما تقلت لي البرمه بيان، شوفوا كيف ما ولات المقليه تري تري بيان. هنا باردون، نسخنوا مليح الماء ونمرق البرمه تاعي بلا ما نكتر. شوفوا لازم يبان هكا طروفه شويه، خلاص تكتروش باش تجيكم ملبيه تري تري بيان. ونخليوها دركا، ها هي مرقه البرمه تاعي سي بون، نغطي عليها ونخليها طيب. والدجاج كيما تعرفوا ما ياخدش وقت ياسر. هنا سي بون، شوفوا هنا صايي الدجاج تاعي طاب. شوفوا دوك لي كولور تاع التحميره الاولى، يجيكم دوي عليه الدجاج محمر وميم طون فوندون على الانتيريور. دوك تشوفوا النتيجه لا فان. هنا بعد ما يطيب لي الدجاج تو سامبلومون نقص خلا في الغاز. هنا راح نبدا الخطوه الاخيره اللي هي نبوشيو لي زو هذوما العظام هذوما، نخلطوهم في المرقه تاعنا. ولكن كاين اللي يحب يخلطهم، يعني يخلط العظام ويصبها كيما تعرفوا الطريقه التقليديه. ولا ميور فاصون هي هذه، انكم تحطوا كل عظمه في الصحفه هكا وتصبوها، يعني بوشي لي زو تجيكم دي زو بوشي، سي تري تري بون. وميم كي تحطوها في لاسيت سي بلو جولي. شوفوا بوشيو لي زو تاعكم، ديروا كيما تحبوا لي كونتيتي، سورتو كان درتو كل واحد ديروا له عظمه. دونك سي تري تري بيان. وها هي لا فاصون، انكم كل بيضه تخليوا لها بلاصتها، كي شغل تعملوها بلا كويير في لاصوص، ديروا لها بلاصه، تصبوها بالعقل خلا وبلا ما تحركوها. وهنا تخليوها جوست واحد دقيقه برك، تحطوا قصه كبيره تاع معدنوس وتطفيو البرمه تاعكم. الفو تطفيو عليها وتخليو هذوك لي زو يطيبوا لكم في البويون سخون. دونك بعد ما نطفي الغاز سي بون، نجيب دي ترونش تاع السيترون ونرشقهم في البرمه. شوفوا كيف ما هنا طفيت، شوفوا والبرمه تاعي مازالت سخونه تغلي، نحط لها لي ترونش تاع السيترون. دي تاني استيوس تخلي لكم يعني الماكله تاعكم تجيكم بنينه خلاص. سورتو هذوما لي ريسيت تراديسيونيل كيما هكا. شوفوا كيف ما حطينا السيترون وغمينا عليها، يعني قفلنا عليها وخليناها شويه لو طون اللي نحطه في الاسيات. شوفوا كيف ما تجي، وهنا تجيكم واحد الريحه فريمون سي تري تري بون. نتمنى من كل قلبي انكم تجربوها بلا فاصون هديه. شوفوا كيفاه لي مورسو تاع الدجاج حاكمين رواحهم محمرين من الفوق، وتلقاوه فوندون من الداخل فريمون. لاصوص تاعكم تجيكم خاطره. بعديك زيدوا هكا شويه بكا معدنوس جديد هكا من الفوق. وشوفوا كيف ما العظام يجوكم بيان بوشي. المهم
سي فريمون غيان ادير، تخرج لكم كيما تحبوا نتوما. اي با درت معاه هدايا لو بان، درت خبز هدايا تاع الوردة، هدا خبز بريوشي غامضانيسك فريمون. ريحته وطعمته تاكلوا مع لي بلا تراديسيونيل، مع كلش. شوفوا كيف ما يجي ان شاء الله نوعدكم. كنت حابه نعمله لكم مع لاغوسيت هذه، بعد قلت نو ان شاء الله نديره لكم وحده باش تقدروا تقدموه مع اي حاجه. وها هي هنا، شوفوا بعد ما قصينا لي مورسو تاع الدجاج، شوفوا العظمه كيف ما تجي طايبه بيان وكولونت من الداخل. دونك فوالا، كان هذا هو الطبق اللي حبيت نشاركه معاكم. نتمنى يكون لكم هكا مرجع انكم من تحبوا تطيبوه ولا حاجه، تشوفوا لا غوسيت هديه وتكون عجبتكم خاصه. نقول لكم نتلاقاو على بروشين ان شاء الله. السلام عليكم.